في البداية أنا ريم رمزي ميخائيل سابقا، وحاليا ريم محمد عبد الله. اخترت عميد إسلامية. أنا في البداية طبعا كنت من خدام الكنيسة، كنت بحب جدا أخدم في الكنيسة، وكنت مواظبة على إني أروح على طول. أنا كنت معلمة دين في كنيسة ماري جرجس بمحافظة كفر الشيخ. أنا كنت في مصر في كل المناصب اللي يتصورها إنسان، لكن نور المسيح فقط هو اللي سباني وناداني وجابني. وكانت الست سوزان مبارك بنفسها قالت لي انت في المكان ده عشان الناس يتغيروا من الارهاب ومن الافكار المغلقة، يحبوا الفن والجمال والحياة. الموضوع بدأ معايا قوي من ساعة ما كنت في اولى جامعة. بدأ حاجات كتير جدا احب اسأل فيها ما كنتش بلاقي ردود عليها خالص. بدأت حاجات كتير جدا في الكنيسة تضايقني. قلت يمكن انا يعني اللي يمكن عشان بعيدة عن الكنيسة، فبدأت بقى الفترة دي اقرب جدا من الكنيسة، ومن اني انا يعني اعمل حاجة للكنيسة يتقربني منها وتخليني موجودة فيها على طول. منعت دخول المنقبات على اساس اني انا ما اعرفش دي مين اللي في الكلية. في الفترة دي انا كان ليا اصحاب كتير مسلمين في الجامعة، كانوا دايما يقعدوا يقولوا لي يعني يسألوني في الدين المسيحي، وبس ما كنتش ببقى مكسوفة اتكلم فيه اصلا، فهجمت بان انا زنديق وكافر. بس كنت بيني وبين نفسي برضو يعني عماله اقول يعني ايه، طب انا هخسر ايه؟ طب ما انا يعني اسمع منهم ومش لازم انفذ، انا هسمع وخلاص. بدات ان انا اسال القسيس في الكنيسه عن حاجات تخص الدين الاسلامي، ما كانش بيرضى يرد عليا. لا انكر ان انا كنت شقي، يعني كنت مش بس ما هو الاسلام بيقول لي كده، يعني بيقول لي يعني حتى بيقول لي ما ملكت ايمانكم، يعني ما وحتى احد الفقهاء قال عجبت لمسلم يتهم بالزنا في الاسلام. قالوا ليه؟ قالوا لانه احمق. اما الاسلام بيديله كل المجالات انه يعمل كل حاجة شرعي. اول شريط طبعا سمعته كان عن عذاب القبر. ده سمعته وحسيت ان انا يعني خلاص، يعني ان انا بجد كنت ميتة من الخوف من الشريط ده. وبعدين مرة واحد اداني فيلم يسوع المسيح بالعربي، فسمعته في نفس اليوم بعد ما خلص الفيلم الاسلامي، كان ذكرى عيد الهجرة او حاجة، وكان في فرق بقى، فرق كبير. قصة المسيح تحس انك انت بتسمع لصوت الماء الرقراق، لصوت اللحن الموسيقي الجميل، بتسمع حاجة حلوة بتتذوقها، محبة خالصة، حاجة كده تاخد قلبك منك. فطبعا ادركنا الفرق. يعني بدأت اكلم القسيس ده اللي انا كنت بعترف عنده، ما كانش يعني بيحاول يوضح لي اي حاجة، لاني بصراحة ما كنتش مقتنعة لا بالاعتراف ولا بالتناول. عندهم حاجة حلوة غايبة عننا، عندهم جمال احنا مش شايفينه. كنت بصلي واقعد ادعي واعيط، وان مثلا ان حاجه تيجي مفيش، ان حاجه تتهز من جوايا يعني تقول لي صح فين مفيش، ان مثلا حاجه لو عايزاها في نتيجتي او في حاجه تخص حياتي، حاسه ان محدش سامعني اصلا. يعني كتب لي ربنا ان انا اروح ادرس دراسات عليا في المملكة السعودية. ذهبت وانا ادرك ان ربنا بعتني عشان اجدد ايماني، بعتني للاماكن المقدسة، بعتني اشوف مجد محمد، بعتني اتغسل من الكعبة ومية زمزم. رحت وانا بقلب كله رغبة ان انا استعيد ايماني واستعيد اسلامي. المهم بدأت صاحبتي تكلمني تاني عن الدين الاسلامي، وعلمتني الصلاة، وقالت لي اسمعي مني وما تبقيش مسلمة، بس اسمعي مني وروحي اسمعي منهم، وتعالي يا ست اقنعيني بالدين الاسلامي المسيحي، وانا هاجي معاكي من بكره. اقف على جنب كده واعيط تقول لي يا رب انت بترفضني ليه؟ وفعلا ان انا طبعا بدات ان انا اسمع منها، وتعلمت الصلاه منها، وواظبت على قراءه القران معاها. حسيت فعلا ان الكلام لمس قلبي بجد، كنت حاسه ان الطلب بطلبه، يعني ان انا حد سامعني بجد. كنت انا اروح كل اسبوعين الكعبة مرة والمدينة مرة عشان اشوف مجد ربنا، لكن اشوف الناس هناك بيروحوا، الشباب السعودي يروح عشان يقابل الستات هناك، لانهم هناك مسموح ان الست تكشف عن وجهها. اسلامي، وكنت بصوم ال3 سنين دول صمت فيهم رمضان في بيت اهلي. حتى مية زمزم للشهادة، كان عندي طالبة ابوها شيخ من الشيوخ او امير من الامراء، بقول له انا مية زمزم دي كل ما اروح اعمل عمرة بغتسل بيها عشان ربنا يلمس قلبي. قال لي مية زمزم ايه يا دكتور؟
هذه مية مجاري. كنت بدات اكلم اهلي في التليفون، يعني كانوا بصراحه ما كنتش قادره اكتر من كده ان ابعد عنهم. كان عدى تقريبا سنتين او سنه وشويه. خدوني، اتصلت بامي، اتصلت بيها وقلت لها يا ماما انا في الشارع مش عارفه اعمل ايه ولا اروح فين. قالت لي خلاص يا ريم تجيبي حاجتك وتيجي دلوقتي. قلت لها انا ما اقدرش اجي، انا ممكن اجي، ممكن تخلوني ارجع مسيحيه تاني. قالت لي لا تعالي واحنا هنرضى بيكي مسلمه زي ما انتي. انا جيت هنا عشان ما اعرفش جيت ليه، لكن انا حاسس ان انا جاي هنا اعرف ربنا وعايز اعرف ربنا وارجع مصر بسرعه. قال لي ربنا يسوع المسيح. قلت له طب يقبلني؟ ده انا طبعا انا صوته نفسه حسسني ان هو ده الرب، صوت الرب اللي انا بدور عليه، صوت حنون هادي، وهو بيقول لي اهلا حبيبي. هو ما يعرفنيش وانا بتكلم من تليفون في الشارع، وهو برضه بيتكلم من التليفون، ما اعرفش تليفون ولا تليفون الكنيسه ولا تليفون المكتب، ما اعرفش، لكن لقيت الرساله واضحه، لقيت نفسي. قلت له طب اعمل ايه ابقى مسيحي؟ بسرعه كده قلبي اتفتح، حسيت ببروده جوه نفسي، حسيت بان ده الصوت اللي انا بدور عليه. قلت له اعمل ايه ابقى مسيحي؟ قال لي صلي معايا. صليت معاه. يا رب يسوع المسيح انا بسلم لك حياتي، وانت فدية وانت مخلصي، ودمك المرشوش عليا هو اللي فداني، وباسم صليبك يا رب اقبلني. وفعلا حسيت ان انا بقيت انسان جديد في لحظات، بقيت انسان جديد. قعدت ابكي في التليفون والقسيس على الخط الثاني يبكي، وانا منفعل لجمال اللحظات اللي انا فيها، لحظات انا كنت طاير فيها. من احلى لحظات حياتي هذه اللحظات اللي انا عرفت فيها وسمعت فيها صوت الرب. سمعت صوت الرب بقوة وسمعته، حسيت ان انا طفل، حطيت سماعة التليفون وبيتجري وسط العربيات فرحان بالخلاص. ما اعرفش ايه هو الخلاص، بس حاسس بيه، بدوقه، مش فاهم، ما قريتش كتاب مقدس، بس حاسس بجمال وحاسس بالشرك، حاسس بواحد قابلني وحضني.